أبن وأسهل وألذ وصفة تاع مسكوتشو راح تشوفيها في حياتك. مسكوتشو بنين وخفيف وطالع ومفخفخ غير بزوج بيضات برك. مسكوتشو تاع اليوم محشي بكراميل القهوة، وصفة جديدة وحصرية تلقيها عندي غير أنا في قناتي. نتمنى يا ربي تدعموني في أول فيديو في قناتي هذه، ونتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. اللي ماهيش مشتركة في قناتي تشترك لي في القناة وفعلوا لي زر الجرس هكذا باه يوصلكم جديد وصفاتي. ما تنساوش خليو لي تعليقات تبينوا رأيكم في الوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا المسكوتشو من داخل كيفاه يجي بنين ومعسل ومسقي ما شاء الله. نبداو على بركة الله. اول حاجه نديروها ان ندهنوا المول تاعنا بالزبده والفرينه ونحطوه في الثلاجه هكذا باه نضمنوا ان المسكوتشو تاعنا ما يلصقناش. هنا في الغيسيبيون وشي درت زوج بيضات عليهم رشه تاع ملح، ضربتهم شويه بالضراب الكهربائي قبل ما نزيد عليهم السكر، هكا باه نضمنوا انه البيض تاعنا راهو صالح وراح ينجح لنا الوصفه تاعنا. عندي كاس غير ربع تاع سكر القهوه العادي يعني سكر حبيبات، ونطلعوه مع البيض حتى يولي لي الخليط تاعي كريمي وياخذ لنا اللون الابيض. نضيف عليها مغرف صغيره تاع فانيلا. لا فاني ما نضيفوهاش على البيض على الاول، لا فاني نضيفوها بعد ما يطلع لنا البيض، يعني ما نضيفوهاش مع البيض وحده. لا فاني تخلي لنا البيض تاعنا ما يطلعش ويخلي لنا القوام تاع البيض تاعنا يولي كيما الماء، يعني ما يفخفخش ويطلع يولي كريمي. بعد ما طلعناها نروحوا للزيت. درت كاس غير ربع تاع زيت، يعني نهبطوه غوطه غوط، نهبطوه غير بالقطيرات ولا غير بالاجزاء. ومن بعد نروحوا للفرينه. يعني هنايا الفرينه درت زوج كيسان تاع فرينه مع كيس ونص تاع خميره كيميائيه، نحكمهم نخلطوهم مليح بالضراب، يعني الضرب اليدوي ولا الكهربائي كيما حبيتي. الى لاحظتوا هنا مازلت ما درتش الحليب، انا ما رايحاش ندير الحليب هنا في الوصفه هذه تاع نهار اليوم، راح نديرها اقتصاديه كيما قلت لكم، راح نديرها غير بالماء. عندي نص كاس تاع ماء يكون دافي بطبيعه الحال، ما نديروش الماء البارد، يكون دافي. نحطوه غير بشويه كيما نحطو الزيت ونكملو نخلطو هكا باه نضمنوا ان الميلونج تاعنا يعني العجينه تاعنا ما تهبطناش، تبقى طالعه وما تهبطناش. نزيدو نحطو عليها مغيرفه تاع الخل. الخل يعني يعتبر كمحسن لجميع المخبوزات والحلويات. وتكون هنايا العجينه تاعنا واجده. اللي تحب دير بالضرب اليدوي تقدر دير بالضرب اليدوي، ولكن ديما هكا الحاجه اللي تكون فيها لازم البيض يطلع وكل شيء مليح نديرو بالضرب الكهربائي خير، هكا نضمنوا انه لاباط تاعنا تجينا طالعه مليح. وممكن تطلعي البيض بالضرب الكهربائي العجينه تاعك تجي زاكيه، يعني تجي بزاف. كي ديريها بالضرب اليدوي وتخلطيها هكا بيدك برك ما تطلعناش البيض بزاف، يعني ما نستهلكوش الفرينه بزاف والعجينه تاعنا تجي قليله. بالنسبة لطريقة الطهي تاعي كامل لي مسكوتشو نشعلوه من تحت، نشعلوها على 160 170 180 درجة كل وحدة والفرن تاعها، ونطلعوه الرف الفوقاني خلاص ونخليوه يطلع ويتشقق ويطلع لنا بغرضه. بعد ما يحمر لنا اكيد راح نزيدو نشعلو عليه من الفوق ياخد لنا اللون المحمر من الفوق ونحيوه. هنايا انا رحت ندير كراميل القهوه، او هذه وصفه جديده وحصريه عندي في القناه. نديرو زوج كيسان تاع ما، نزيدو عليهم مغرف كبيره يعني مغرف هرميه تاع قهوه تكون غبره يعني تكون بن، نزيدو عليها مغرف هرميه تاع كاكاو بني يكون نوعيه مليحه، ونغليوها نفيضوها كيما نفيضو القهوه على الطريقه التقليديه. بعد ما تغلى لنا غلوه ولا زوج نحيوها ونصفيوها كيما راكم تشوفوا في كاس. احنا نحتاجو كاس كيما هك.
يعني بعد ما تاخد لنا الغلوه شويه نحتاجو كاس تاع قهوه كيما هكا، نحطوه على جهه ونخليوه يبرد. انايا هنايا في السوطيز هذه ولا مقله ولا كاسرونه اي حاجه يعني ثقيله عندك موالفه ديري فيها الكراميل ولا تذوبي فيها العسيله، ولا نديرو كاس تاع سكر حبيبات، يعني ندردروه هكا في الاناء هذا اللي راح نخدمو به، ونخليوه يذوب بغرضو بالاستعانه بمغرف تاع لوح ولا مغرف تاع سيليكون، نخليوه حتى يذوب خلاص ويولي لنا عسيله. كي نتاكدوا باللي السكر تاعنا راه دابلنا خلاص وما بقاتش عندنا الحبيبات، واش نديرو؟ كيما راكم تشوفوا ما بقاتش عندنا الحبيبات خلاص. انا كنت وجدت الماء المغلي، هي من الافضل نديروها بالماء المغلي يعني يسخن بزاف هكا باه ما يتكتلناش الكراميل تاعنا، ما تكتلناش هذاك السكر اللي دابلنا. نحطو كاس تاع ماء مغلي ونحركو، راح نلقاوه يعني يذوبلنا هذاك الكراميل، يذوبلنا ليه مع الماء. نزيدو عليها رشه قليله تاع ملح ونفوتوها هكا المغرف اللي راح نخدمو بها، نفوتوها على يعني على الحواشي تاع هذيك المقله ولا الكاسرونه ولا اللي خدمتي بها هكا، باه ما يبقاولناش الحبيبات هذوك ما رايحين يفسدونا من بعد الكراميل تاعنا. هكا رشه قليله تاع ملح، عبالكم اي حاجه لازم نملحوها باه تاخد حقها من الذوق. انا هنايا بعد ما تاخد لي الغلوه كيما راكم تشوفون نتاكد انه الكراميل هذيك دابت خلاص مع الماء، ما بقاتش والو كان تكتل قليل، نروحو نديرو زوج مغارف معمرين تاع نشا في الغلوه هذيك، يعني في الكاس هذاك اللي درناه تاع القهوه والكاكاو، نديرو زوج مغارف مليح معمرين مليح، نخلطوهم مليح ونلحقوهم في الخليط تاعنا. شوفوا كيف تلقاوه، يعني بعد غلوه واحده تلقاوه بدا يتقال كيما راكم تشوفوا. كي تشوفوه بدا يتقاول انتي والقوام اللي تحوسي على الجامد مليح، خليه يزيد ياخذ لنا الغلوه يبقبق شويه. انا نحوس عليه جاري يعني ما نحوسش عليه عاقد مليح. زدت له هنايا مغرف كبيره تاع زبده، بعد ما دابت هذيك الزبده حركتها مليح نزيد لها مغرف تاع زيت هكا باه ياخذ لنا اللون اللي يبري، ياخذ لنا البريق الكراميل تاعنا مليح. نخلطوهم شويه ونحطوها على جهه يرتاح. بطبيعه الحال بعد ما نكونوا صفيناه، يعني نصفيوها احسن، اي حاجه نديروها اي كراميل نديروها نصفيوها خير هكا باه نتاكدوا باللي ما كانش خلاص الشوائب في الكراميل تاعنا. وتحصلت على هاد الكراميل بنينه 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 بنينه، خاصه عشاق القهوه راح تعجبهم بزاف. هنا بعد ما بردت لي الكراميل تاعي شوفوا القوام تاعها، نروحوا للمسكوتشو تاعي هنايا طابت وبردت لي كيما راكم تشوفوا. نقسمها على 2، نقسمها على 2 ولكن الجزء العلوي راح يكون اقل يعني صغير شويه من الجزء السفلي، لخاطر الجزء السفلي هذاك هو اللي رايحين نحشيو فيه الكراميل تاعنا. نحيو الجزء العلوي، شوفوا كيفاه الله الله كيفاه من داخل مهويه ومثقبه. هنا واش نروحو نديرو المسكوتشو تاعنا، نروح نخويوه من داخل، يعني نديرو فيه من داخل سباس هكا داير ساير وين راح نحشيو الكراميل تاعنا. انتي والكميه اللي حبيتي ديريها من داخل، كل وحده واش تحب تحط من داخل مع الكراميل هذا. ممكن تحبي تحطي مكسرات، ممكن تحبي تحطي شويه هكا بنان يكون مقطع قطع صغيره وتحطيها مع كراميل تاع القهوه تاني يجي بنين ما شاء الله. انا درتها غير الكراميل وحديها كيما راكم تشوفوا. نولي انايا هذاك ليسباس اللي فيديتو نحط فيه الكراميل. شوفوا الكراميل تاعنا كيفاش جات تسخف ما شاء الله واللون تاعها يشهي. نحط هنايا كميه
تاع الكراميل. من الافضل الكراميل تاعنا ما نديروهاش، ولا لازم ماشي من الافضل، لازم ما نديروهاش سخونه. الا درناها سخونه راح تتشرب لنا المسكوتشو، راح يتشرب لنا من الكراميل هذيك ويفسد لنا يعني الخدمه اللي رايحين نخدموها. نديروها بارده خير هكذا باه تبقى محيوزه لداخل في ليسباس اللي فيديناه، وما يتشرب لناش المسكوتشو ويفسد لنا الشكل تاعو واللون تاعو، حتى الذوق يتبدل. انا المغرف تاعي اللي كنت حطيت فيها الكراميل مسحتها على الحواشي هكا تاع المسكوت وباه يلصق لنا، يعني الجزء السفلي كي نحطو فوقو كيما هكا الجزء العلوي يلصق لنا. نحطوه قد قد فوق بعضاه، ونجيبو الكراميل اللي بقات لنا هذيك نزينو بها من الفوق. الحواشي كيما راكم تشوفوا هذوك كنت درتهم بالبانسو، درت فيهم الكراميل وزدت درت فيهم شويه تاع مكسرات كانت عندي مرحيه. انتيا الا حبيتي ما ديريش المكسرات، شفتوا غير هذاك يعني الكاطو اللي مرسو تاع المسكوتشو اللي نحيناه من داخل، زيدي حمصيه مليح رحيه وديريه على الحواشي راح يجيك هايل. انا حبيت نزينه بالطريقه هذه. اللي وصلت معايا لهذا القدر من المشاهده نقول لها حبيبتي هذا اول فيديو عندي في القناه هذه جديده تاعي، نتمنى يا ربي ما تبخلينيش بالضغط على زر الاعجاب واشتركي لي في القناه، ان شاء الله راح تلقاو وصفات هايلين باذن الله يعجبوكم. مع السلامه.